السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أثر عن سيدنا عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني لو ربنا أكرمك وعشت النهار اللي هو الفجر ما تستناش إن أنت يجي عليك الليل، ولو ربنا أكرمك وجاء عليك الليل ما تستناش إن أنت يصبح عليك النهار. فاهم؟ وخلي بالك ممكن الناس يعني تعتبر ان ده من التشاؤم. يا ابني ده مش من التشاؤم، يعني ذكر الموت يعني مش لازم يبقى كله من الاكتئاب وتشاؤم والكلام ده، بل بالعكس ده ممكن يبقى هو الدافع الوحيد ليك علشان تشتغل اصلا. ممكن يبقى ده الدافع الوحيد ليك علشان تقدر تقدم على العبادة وتقدم على الطاعة. فاهمني؟ فزي ما بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. اغتنم حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك. فانت معاك 5 فرص، هيجي 5 حاجات هتاخد منك ال5 فرص دول، وجايين يعني جايين فهم كده جايين. فانت المفروض بقى تشتغل كده. من يومين كده كنت قاعد مع نفسي والله العظيم، وفجأة كده يعني بسأل نفسي سؤال اللي هو أنا عايز أختم القرآن في رمضان كم مرة. فجاء في بالي رقم، وبعد ما جاء في بالي الرقم ده جاء في بالي برضه دافع كده بيقول لي: يعني هو أنت مفكر مثلا إن أنت في رمضان هيطلع لك هتقلب تنين مجنح مثلا؟ هو أنت مفكر إن أنت في رمضان هيجي لك 24 ساعة على ال 24 ساعة اللي هم معاك؟ طب ما هم يا ابني 24 ساعة زي ما أنت ما بتستغلهم دلوقتي هتعرف تستغلهم في رمضان. وخلي بالك يعني انت ممكن ما تدركش رمضان، والله انت ممكن ما تدركش رمضان. يعني الحته بتاع اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، ده دليل ان انت ممكن ما تلحقش رمضان. انت في ناس مش هتلحق رمضان بالفعل، في ناس قبل رمضان هتموت، في ناس قبل اليوم منتصف شعبان هتموت، في ناس هتموت النهارده، في ناس بتموت دلوقتي، في ناس ماتت دلوقتي. فانت كل يوم ليك هو فرصة، كل يوم هو فرصة ليك لو انت من اهل النار انك تنجو وتبقى من اهل الجنة، وفرصة ليك لو انت من اهل الجنة انك تزداد درجات في الجنة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد بن ابي وقاص: فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة. فكل يوم ليك هو فرصة، كل يوم هو فرصة ليك انك تغتنم. ده مش كل يوم والله، ده كل نفس يا اخي، والله ده كل نفس، كل تسبيحة وكل تهليلة وكل تحميدة وكل تكبيرة، كل فرصة حرفيا دي فرصة ليك. كل فرصة دي فرصة ليك ان انت تزداد في الطاعة وتزداد في العبادة. لو انت مقصر ارجع، خلاص داخلين على 15 شعبان، يعني ليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله فيغفر لكل أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. يعني لو أنت مؤمن بالله عز وجل ومش مخصم حد، أبشر يا باشا، أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك. ولو أنت يعني في خصومة بينك وبين حد، الحق صلح اليومين دول، يعني سامح الناس واعف عن الناس واغفر للناس عشان ربنا يتوب علينا كلنا ويغفر لنا ويشملك بعفوه ومغفرته. وبس، والحق يستدرك من دلوقتي، والحق اشتغل من دلوقتي، والحق حضر لرمضان من دلوقتي. زي ما بنقول انت ممكن ما تدركش رمضان، انت ممكن ما تدركش رمضان. فبس هذه كده يعني تذكرة بسيطة بانك حاول تغتنم عمرك، حاول تغتنم ايامك، حاول تغتنم انفاسك مش ايامك، انفاسك. استعد لرمضان، معك حوالي بتاع 18 يوم ان شاء الله يعني، او 17 يوم. فرصة ربما لا تعوض وربما لا تدرك مرة اخرى. ربما يكون رمضانك هذا هو الاخير، وربما يكون شعبانك هذا هو الاخير. فادرك غفر الله لي ولك، والسلام عليكم ورحمة الله.